السلام عليكم. بسم الله. في الفيديو اللي فات لخصت لك السوق السريع. تعالى بحكي لك الحبكايه هنا بقى من البدايه للنهايه، واقول لك السوق ماشي ازاي والكواليس اللي انت مش فاهمها ومش عارف بتجري ازاي. النهارده ناتج للي حصل امبارح قلت لك ان السنه دي هتخرج الافراد من السوق، وده اللي حصل النهارده. عملوا بنك مصطنع في القطاع الصحي، طلع في اول جلسه هايبر وبعدين نزلوا القطاع جامد. اللي باع واللي خسر واتحبس حبس. في نفس الوقت خدوا السيوله بقى، بدلوا السيوله. امبارح الصناديق المصريه اللي كانت بيع صافي بيع، وقلت لك ان هم بيحذرونا، بقت صافي شراء النهارده، ولمت القطاع الصحي من تحت، وكانت شاريه امبارح الاسمنتات والامونيوم. والحمد لله العبد لله من يعني امبارح نزلت على جروب توصيات بالاسمنتات، عربيه اسمنت، جنوب الواد الاسمنت، مصر الالومنيوم والومنيوم عربيه. الاربع اسهم دولت بسم الله ما شاء الله النهارده عملوا طفرات. انا صحيح ما قلتش هيجيبوا 20%، بس اتحركنا وكسبنا ما شاء الله مكسب كويس جدا، سواء الناس شغاله زيرو او بلس 1 او خدت عشان تعمل مكسب. اقل حد عمل ما شاء الله 10% مكسب في جلسه النهارده في الاسهم دي. نكمل كلامنا. النهارده بقى الصناديق الاجنبيه باعت واستلمت الصناديق المصريه منها السوق، وضغطوا الافراد، ورغم ان صافي الافراد النهارده صافي شراء ضئيل، لان الافراد جزء منهم محبوسين وباعوا وخسروا، وجزء منهم محتارين نخش بكره في القطاع الصحي اللي كان نازل، ولا نخش في الاسمنتات اللي ممكن تعمل طفره. قطاع الاسمنتات بكره ممكن يعمل طفره تاني، وممكن يصحح، ممكن كل شيء ممكن في السوق. خلي بالك، اهم حاجه تشتري صح وتبيع صح. في الفيديو بعد كده هيجيب لك سهم من اهم الاسهم في قطاع الاسمنتات، وهقول لك ليه ارتفع، وهقول لك يعني ان شاء الله مصيره ايه على يعني حتى على المدى القريب. السوق زي الفل طول ما احنا فوق 52400 مفيش اي مشكله. طياره ال30 لو احتاج تقلع فوق ال 55000 قربت، بس قلت لك لازم تعمل ورجعه لورا، تستمد طاقه. الطياره لازم ترجع تستمد طاقه وبعدين تدفع لقدام. ال70 ما شاء الله اكسبريس مفيش اي مشكله فيه، طول ما احنا فوق ال 21000 على المدى القريب مفيش اي مشكله. تقلق بس في حاله واحده بس، لو شفت تصريف هيبره ضعف الرقم النهارده 15 مليار سيوله فجاه عملنا 30 مليار، لا في نقطه غلط. تعالى هقول لك حاجه مهمه جدا. النهارده البنك التجاري وطلعت مصطفى استحوذوا على معظم سيوله السوق، وكانوا حجر في السوق، ساندين السوق. لو لقيتهم ينزلوا حاجه خفيفه جدا وبسيطه وما دونوش ولا عملوا بانيك، لا ليه؟ لان هم مش عايزين ينزلوا بالسوق، هم بس بيطلعوا الناس من حاجات يدخلوها حاجات ويدوروا السيوله. قلت لك الوحيد اللي قال لك كده دي جمعيه ودايره، السيوله بتخرج من حته لحته، سهم بياخد دوره يخلص، الفلوس تخرج لسهم تاني، كله هيتراضى، كله باذن الله هيكسب. السوق زي الفل، المساله كلها مساله توفيق من ربنا سبحانه وتعالى وبركه الحبيب ان شاء الله مصطفى. تاني حاجه ان انت تختار صح، تدرس صح، وهقول لك في الفيديو اللي جاي معنى الدراسه صح عشان تعرف فعلا المكسب بيجي باذن الله بتوفيق ربنا ثم العلم. لو وصلت لحد هنا عايز تشتغل معانا، تواصل معايا، ابعت لي على الخاص ان شاء الله، سواء تشتغل معايا في الشركه، سواء تشتغل معايا في اداره المحفظه، سواء تشتغل معايا في جروب التوصيات، تواصل معايا على الخاص. عايز تكسب بجد صدقني، صلى على الحبيب قلبك يطيب، وهو ده باذن الله المكسب الاكيد. السلام عليكم.